سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة كوكي نوفا. وصفتنا لنا اليوم حلوى اقتصادية وسريعة في التحضير. راح نديروها بحشو معسل يجي بزاف بنين. هاد الحلوى نحضروها غير بالزيت وحبة تاع البيض، تقطع لكم 35 حبة. هنايا قسمت لكم حتى تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي بزاف طرية. هاد الحلوى تقدروا تحضروها اذا كان عندكم مناسبة تخرجوها في يديكم، ولا تديروها لقهوة العصر. شوفوا هذاك الحشو كيفاش راح يجي معسل. هاد الحلوى بزاف طريه، جربوها ما راحش تندموا عليها. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا، اذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم وصفات جديده. يلا نبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه تاعنا. نحتاجو علبه تاع دانيت بالذوق تاع الشوكولا، نفس العلبة راح نعبر بها جميع المكونات. هنا درت كيلة ناقصة غير شوية تاع سكر ناعم، مغروف صغيرة تاع الكاكاو، واستغنيت على لافاني. نزيدو حبة تاع البيض ونخلط بالفوي جميع المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط. زيد عليها نص كيلة تاع المايزينا ونحرك مليح. كيلة تاع الزيت اللي راح نضيفها تدريجيا على الخليط ونحرك مليح حتى تختفي تماما، ونتحصلوا على واحد القوام يكون شوية ثقيل وكريمي. ندير الكاس الاول تاع الفرينه، صفيتها طبعا حتى يجيكم الكاطو خفيف، مغرف صغيره ممسوحه تاع خميره الحلويات، ونجمع هاد الخليط باليد كما راكم تشوفوا، غير باصابع اليد فقط. ونبدا نزيد في الكاس الثاني تدريجيا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. الكميه المضبوطه تاع الفرينه اللي استعملت هي كاس وربع، تقدروا تستعملوا اكثر ولا اقل على حسب النوعيه تاع الفرينه اللي تستعملوا. وهذا هو القوام تاع العجينه اللي تحصلوا عليه، تكون طريه كما راكم تشوفوا. لميتها مليح ومن بعد غطيتها بكيس بلاستيكي حتى ما تنشفش. في هذه المرحله نحضر مع بعض الحشو. هنا يستحقوا كاس ونص تاع الكاوكاو اللي يكون محمص ومطحون، طحنوه كيما الطعام يكون شويه رقيق، ودرته بالقشور حتى يجي بنين. نزيد عليه مبشور نص حبه تاع الليم، مغرف صغيره تاع لافاني. هنايا الكميه تاع السكر نستحقوا اقل من نص كاس، هاد الكميه راهي مضبوطه، ما يجيش حلو بزاف، يجي هذاك هو. نخلطوا مليح هاد المكونات مع بعض، نبدا نلم فيه بالمزهر. الكميه المضبوطه اللي تستعملوا تاع المزهر اقل من نص كاس، يعني راح يبقى لكم منه واحد شويه، تبقاو تضيفوا بالتدريج حتى يبدا يتلم معكم. نبقى نزيد في المزهر غير بشويه تدريجيا، وتفتلوه كما راكم تشوفوا حتى كي تبداو تضغطوا عليه بيديكم يتشكل معكم، يعني يتشكل معكم كويره، ثم تحبسوا عليه. راح نوريكم واحد الخطوه راح تذوب لكم هذوك الحبيبات تاع السكر، والحشو يجيكم طري ومعسل بلا ما تضيفوا له المارغرين. راح نبدا نخدم فيه بالكف تاع اليد كما راكم تشوفوا حتى نذوب هذاك السكر دقائق لا اكثر. ومن بعد كي ذقت هذاك الحشو وشفت هذاك السكر كامل ذاب، شكلته كويرات. هنا درته في الكيس بلاستيكي حتى ما ينشفش. الوزن تاع العجينه راح يكون 20 غرام، وبالنسبه للحشو 10 غرام. ودائما نقول لكم كي تكملوا كامل غطوهم بالبلاستيك حتى ما ينشفوش. نحلها بهذه الطريقه على الراحه تاع اليد، نحط هذاك الحشو في الوسط ونغلق عليه. هنا البنات نعطيكم واحد الملاحظه صغيره، اذا هاد الحلوى بغيتوا تستهلكوها مباشره بعد ما تخدموها، يعني ما تطولش، ديروها لقهوه العصر ولا الحشو ما ديروش فيه المارغرين، هكا راح يجيكم معسل وبزاف طري. لكن اذا كان بغيتوا تضيفوا بها ولا عرفتوا هاد الحلوى راح تطول، ديروا مغرف صغيره تاع المارغرين حتى يبقى لكم طري لمده اطول. هنا التشكيل كما راكم تشوفوا راه واضح. نحلها على راحه تاع اليد ومن بعد ندير الحشو في الوسط ونغلق عليها. تقدروا ديروها صبيعات ولا هليلات، ودخلتهم يطيبوا حتى يكتسبوا هذا اللون. هنا بالنسبه للتزيين عندي شوكولا ذوب تاع لحم مائي، استعملت امباسادور جات بزاف بنينه، ونزينها بالكاوكاو اللي يكون ايفيلي، والتزيين يبقى اختياري. تقدروا ترمدوها في جوز الهند، خاصة إذا درتوا الحشو من الداخل بجوز الهند والكونفيتير راح يوانم بزاف، ولا تزينوها بأي نوع مكسرات يتوفر عندكم.
كملت بنفس الطريقة ودخلتها للثلاجة باتت ليلة كاملة حتى بردت مليح. انا هنايا وجدتهم القهوة الصباح. وريتكم الحشو البنات كيفاش يبقى طري ومعسل وجا بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوها وبارطاجوا هاد لا فيديو حتى البنات يجربوها لعيد الاضحى المبارك. وبقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.